اللي حاصل حاليا من ظروف اقتصاديه يترجم علينا ازاي في رحله البحث عن العمل؟ يعني شكل الوظائف اللي موجود حاليا عامل ازاي؟ التباطؤ اللي حاصل حاليا او الحركه الهاديه قوي للسوق دي تنعكس على الوظائف بصورتين. اول حاجه طبعا تخلي العدد المتاح من الوظائف قليل يمكن جدا. ثانيا الوظائف اللي هتكون موجوده دلوقتي هتكون lower in quality. يعني ايه جودتها قليله؟ بمعنى انه نسبيا المهام اللي هتكون مطلوبه مني لو انا امتهنت هذه الوظيفه هتبقى بدائيه، ما فيهاش ابداع، ما فيهاش شغف، ما فيهاش تحقيق ذات، ما فيهاش. انا ليه بقول الكلام ده؟ بقوله اولا عشان نبقى مستعدين نفسيا ان دي مرحله انتقاليه، احنا هنروح نمتهن الوظيفه دي بالشكل البدائي ده الى ان السوق يظبط نفسه ويتحسن وتطرح الوظائف الجديده بشكلها العادي، او الوظائف الجديده اصلا اللي لسه يعني التكنولوجيا هتدخلها السوق اللي احنا ما كناش نتخيل ان هي تبقى موجوده. ده لو احنا لسه بادين يعني في شغل، لكن لو احنا بقالنا حبه او